هلا والله يا حلوين، شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير، واهلا وسهلا بكم بقناتي يوميات مناوي. نورتوني حبايبي. اذا اول مرة تشوفون قناتي لا تنسون تشتركون بها وتفعلون الجرس على خاصية الكل حتى يوصل لكم كل جديد. واذا شفتوا الفيديو وعجبكم لا تبخلون علي باللايك والتعليق الحلو. وهسه خلينا نبلش وياكم بالفيديو. اليوم الفيديو مالتنا بأشكال وألوان، بكيكة الشاي يعني الكيكة العادية. اكو ناس يسووها بالهيل، اكو ناس يسووها بالدارسين، اكو ناس يسووها بالمكسرات، يعني هي ويا الشاي. وبي خبز وبي تنظيف وبي تعزيل مسواق. فراح تشوفون هواي اشياء بهذا الفيديو. هسه راح ابدي احكي لكم عن هاي الكيك. اول شي خلت هاي طبعا عمتي سوت الكيكة، فما اكو مقادير بيها، هي عينك ميزانك، هي تعرف الكيكة هاي. كل ما نضوج تقوم تسوي لنا كيكة. فيعني مو تقولون كيكة ومقادير مضبوطة، هاي لا، كيكة عادية. خلت 3 بيضات، قلاص ونص شكر، انتو اذا تردوها حلوة خلوا قلاصين. وخلت كوم باودر، وبدأت تخفق بيه. وهسه راح تخلي تقريبا يعني نص قلاص زيت، تقريبا اكثر شوية، وهم ترجع تخفقها. وهسه هاي هنا راح تخلي قلاص حليب. طبعا اذا ما عندكم حليب سائل عادي، حليب بودر خبطيه بمي دافي شوية وخلي عادي ما يأثر. وهسه راح تخلي تقريبا الطحين قلاصين وشوية. يعني من تحسين القوام مال الكيكة انت اللي عندك صار يعني هو قوام كيكة، ها هي لا تخلين الطحين بعد. مثل ما تشوفون عمتي قاعد تخلي شوية شوية طحين. وهنا أنا بعد ما صار عندي القوام يعني كريمي مال الكيكة، راح نضيف الفانيلا. ضافة كيسين فانيلا او ظرفين. وهنا بنات جبنا القالب ودهناه براشي او طحينية، انتو شو يسموها، وخلينا نوع من المكسرات عندنا، خليناها اللي جوا وضفنا الكريمة فوقها. واحنا مجهزين الفرن، يعني الفرن حامي، وشوية نطبطب القالب على مود يطلع من عند الهواء، وراح نضيفها بالفرن. وهاي كيكتنا بنات طبعا كلش طيبة وهشة، يعني حتى ما تقدر تلزم نفسها مثل ما تشوفون، تتفتت من اقل شي. خفيفة وطيبة واسفنجية. سويناها اليوم بالهيل والمكسرات، وانتو حسب الرغبة. شوفوا بنات مثل الاسفنجة. وهنا بنات بدينا ننظف بالبيت وغسلناه، يعني جلفناه كله بالزاهي، بس ما صورت لكم، ما لحقت، وهوسة وجهال، واحنا يعني مفوتين صوندة للبيت، فصورت لكم هيك مقتطفات من نشفته. وهسه هاي بعدنا بالمطبخ والطرمة، اخذت لكم من هيك من كل شي شوية شوية. وهنا بنات بعد ما نشفته وكملته حبيباتي، شوفولي اللمعة، صار كلش نظيف. وهسه هنا طلعت وياكم للطرمة، هم غسلناها وغسلنا المدات مال الاستقبال.
صورت لكم هيجي روتين خفيف بسيط ان شاء الله تستمتعون وياي. وهاي هنا بنات سوقنا وعدنا باذنجان وشجر يعني قديم مال مسواق القبلة، فأحسن ما يظل بالثلاجة ويخرب راح نجمده. نص حفرناهن يعني سويناه مال ملفوف مال دولمة، ونقسمهن بعلاليق ونجمدهن، وقسم لا راح اخليهن هيك يعني ما تقلاه مثل الباذنجان نسويه دوار، نسويه هيك شرائح، وهم نخليه بكيس بحافظة ونجمده أبد ما عليه شي، لأن إذا يظل بالثلاجة يخرب ويذبل يعني يصير مو صالح للأكل. فبهاي الطريقة يظل محافظ على نفسه بالتجميد. وهاي مثل ما شفتوا ثلاجتنا فارغة، نظفناها طبعا وإجانا المسواق غسلناه وعزلناه كل من مكانه. وهاي رقيتنا طبعا طلعت حمراء وشكر كلش طيبة. وهنا نحن طبعا نشتري صندوق طماطة ونقسمه أقسام، يعني قسم نخليه بطوس وبالثلاجة، وقسم نمرده ونخليه يعني نسويه للمرق للبانية للتشاريب، يصير كلش طيب. مثل ما تشوفون هاي عمتي يعني عصرته مثل ما نقول بالمصفي، وراح نجمده بحافظات او تشياسة. اكو تشياسة هاي الحافظة اللي تنسد من فوق، بس احنا ما كانت عندنا مخلصة فخليناهن بتشياسة وبحافظات، ما عليهن شي بنات. وهاي هنا نعمتي هم عجنة وخبزت، هاي ثاني يوم مو بنفس اليوم. احنا بنات يعني هنا بين يوم ويوم 3 أيام نخبز، لأن العائلة كبيرة والخبز ما يكفينا، فعمتي خطية خبزت عجنت وخبزت العفو. وهذا خبزنا طبعا كلش طيب، وماكو أطيب من خبز البيت. واحنا يعني دائما نخبز يوميا ب6000 ب5000 ما يكفينا، يعني ندز الصبح ب2000 والظهر ب2000 وبالليل ب2000 وبهذلة، فالخبز شوية ناقذنا. وهذا كان فطوري خفيف وطيب، ولهنا نكون وصلت لنهاية الفيديو. مع السلامة.